الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. أعلن مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية بأنهم عازمون على الاندماج في الجيش السوري. وهذا الكلام ليس بجديد. سبق وأن أعلن ذلك باللغة العربية، والآن يعلنها أمام مقاتلي قسد وباللغة الكردية. هذا التصريح لاقى تناولا إعلاميا، لكن هل أخرس ألسنة أقطاب ورموز وشبيحة نظام الجولاني؟ لا طبعا. حتى ولو اندمجت قوات قسد في جيش النظام الحالي، ستبقى تلك الألسنة تقطر سما وعنصرية وفاشية وطائفية، فاشية وعنصرية ضد الكرد، طائفية ضد مكونات الشعب السوري الأخرى. وستعتبر ذلك آه، الاندماج انتصارا للأجندة الطائفية الإخوانية السلفية الإرهابية على الأجندة التي حاربت الإرهاب، وأعني بذلك قوات سوريا الديمقراطية قسد. هذا من جهة. ويبدو لي، وأنا لست معني يعني بقرار قسد، أنا ضد اتفاق 10 آذار جملة وتفصيلا، روحا ونصا، وقد عبرت عن ذلك الرفض، وذكرت موجبات وأسباب رفضي أو المسوغات التي أعتمد عليها، الركائز التي أعتمد عليها في نقدي ونقضي ورفضي لهذا الاتفاق. أنه يا إما قوات قسد تتحول إلى سلفية وتكفيرية وجهادية ومناهضة لنفسها، لأجندتها، لخطابها السياسي، لركيزتها، أنه هي قوات سوريا الديمقراطية، لأنه النظام الحالي لا يذكر حتى كلمة الديمقراطية في سياقات على مستوى التصريحات، فما بالكم على مستوى الإعلان الدستوري والتفاصيل هي. فيا إما قسد تنجرف وتنزلق نحو حضيض هذه السلطة وفاشيتها وعنصريتها ضد الكرد وضد مكونات الشعب السوري، أو تنتقل أو تتحرر هذه السلطة من عنصريتها وطائفيتها وفاشيتها وبعثيتها وأخوانيتها وطورانيتها، تقترب من الامتحان والمحك الديمقراطي الذي يمكن يعني التعويل عليه والتأسيس عليه لسوريا جديدة. سوريا لا تكون على مقاس قسد 100%، ولا تكون على مقاس الجولاني والشيباني والأردوغاني 100%. سوريا تكون للسوريين، ما يكون هنالك تدخلات خارجية، لا بني أمية، لا بني سمية، لا بني أمينة، لا بني سكينة. يعني سوريا كما عرفناها وكما نحبها. يعني المؤسف أنه النظام السوري استثمر الدولة وحارب المجتمع بسلاح الدولة، وحارب الدولة بسلاح الحزب، وحارب الحزب بسلاح الطائفة، وحارب الطائفة بسلاح العائلة. هذه كانت كارثة الكوارث في النظام السوري السابق. اشتركت قطاعات واسعة من الطائفة السنية في هذه العملية. نعم اشتركت. يعني الذين كانوا يقصفون حماة في 82 لم يكونوا كلهم علويين، بالعكس تماما، كانوا سنة. حتى قبل، يعني على زمن أمين الحافظ، عندما هاجم حماة
وأمر الجيش السوري بمهاجمة حما. أمين الحافظ هو من هو؟ سني، وأغلب قيادات الجيش وقت ذاك في منتصف الستينات مطلع الستينات كانوا من السنة. وبالتالي يا أحد أمرين، يعني يا إما قسد بما لها وما عليها واستراتيجياتها وعقيدتها، كل هذه التفاصيل تقترب من الجولاني ونظام الجولاني وأيديولوجيته وعقيدته وتصوره لسوريا للنظام السوري، أو آه، العكس، نظام الجولاني يقترب من المساحات المشتركة من الديمقراطية، الأسس أو الخطوات الأولى فيما يتعلق بالديمقراطية. هلا إذا قارنا النظام التركي الداعم والراعي والحاضن للجولاني فيما يتعلق بموضوع الاندماج، تقديري وظني أنه نظام التركي الحالي، نظام رجب طيب أردوغان، متقدم جدا على نظام الجولاني. أقله رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية والنظام التركي الحالي يتحدثون عن الديمقراطية، يعني مفردة الديمقراطية تذكر، وهنالك شيء يشبه السلوك الديمقراطي فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب، فيما يتعلق بالاستفتاءات، فيما يتعلق بالإدارة المحلية وانتخابات الإدارة المحلية. هنالك شيء ديمقراطي، لكن نظام الجولاني والشيباني وأبو عمشة وأبو الميش وموفق زيدان لا يمتلكون من الديمقراطية دالا ولا ميما ولا ياء ولا تاء مربوطة، ما بيمتلكوا شيء من كلمة ديمقراطية على الإطلاق، على الإطلاق. يعني ما لو توجد هنالك مجال مقارنة، يعني إذا خيرتموني أو إذا يعني وضعت بين خيارين، نظام أردوغان أو الاندماج مع نظام أردوغان أم الاندماج مع نظام القاعدة والجبهة النصرة، مع وجود التقاطع في حيثية الإسلام السياسي، لكن يعني أفضل نظام رجب طيب أردوغان قولا دون نقاش، من دون نقاش أفضل نظام رجب طيب أردوغان على نظام الجولاني والشيباني وموفق زيدان. نظام المرتزقة والمقاتلين الأجانب، يعني ليوضح الصورة أكثر، يعني نظام الجولاني لم يستخدم الأتراك كمرتزقة، نظام الجولاني لم يستخدم الأتراك كمرتزقة في خدمة أجنداته وحروبه وجبهاته. على العكس من ذلك، تركيا من استخدمت المقاتلين السوريين، المسلحين السوريين، الميليشيات والفصائل السورية المعارضة لنظام بشار الأسد، استخدمتهم كمرتزقة في حروبها داخل ليبيا، في أذربيجان، وربما في مناطق أخرى لا نعلمها. عموما في مسألة التفاضل ما بين هذين النظامين، كما ذكرت أرجح كفة نظام رجب طيب أردوغان على نظام الجولاني. بده كتير، بده نصف قرن، بده قرن لحتى نظام الجولاني يصل إلى مستوى النظام التركي الحالي، مع عدم الرضا أيضا عن النظام التركي. ودائما أنتقد النظام التركي وهو يستحق كل تلك الانتقادات. عموما في حديثنا عن المرتزقة وتجنيس المرتزقة، أنا ذكرت أنه الأتراك عندما استخدموا السوريين كمرتزقة منحوهم الجنسية. الكثير من المرتزقة في الإعلام الذين يعملون في الإعلام
السوري حاليا والتركي، قناة تركيا الناطقة ترى الناطقة بالتركية، وفي المنصات وكالة الأناضول، المنصات التركية الناطقة بالعربية. هؤلاء المرتزقة الذين حصلوا على الجنسية سقف ما تقدمه أو ما قدمته لهم تركيا، ويعني الجنسية وشوية تحريك لهم في المنصات الإعلامية. يعني بكر أتجان هو في الأصل سوري، حمزة تكين هو في الأصل سوري، مهند هذا الأهبل الغبي الطبل مهند ما بعرف شو عبد الرحمن أغلو ما شو اللي من القامش اللي من الحسكة، هذا في الأصل سوري. تم منحهم هذه الجنسيات وإطلاقهم في الفضاء العربي وفي الإعلام العربي للتطبيل والتشبيح والتزمير للنظام التركي. هذا سقف ما يمكن أن تقدمه تركيا لهؤلاء. لن تعطيهم مناصب قيادية سياسية أو حتى عسكرية أو أمنية. بالعودة إلى المرتزقة وتجنيس المرتزقة في سوريا ومنحهم مناصب قيادية في الجيش والأمن وكل هذه التفاصيل، واعترافات موفق زيدان علقت على تلك الاعترافات في فيديو سابق، لكن دعونا نعلق مرة أخرى ونعود إلى تلك التصريحات لإضافة المزيد من الملاحظات والانتقادات لما اعترف به وتفوه به مندوب القاعدة، تنظيم القاعدة الإرهابي في نظام الجولاني، وأقصد موفق زيدان. للمقاتلين الأجانب ماذا بشأنهم؟ ماذا سيكون مصيرهم؟ مصيرهم هم التزموا مع الدولة السورية وهم في كنف الدولة السورية، يعني سيصبحون جزءا من الجيش؟ سيصبحون جزء من الجيش السوري، وهذا الأمر ليس بجديد. هذا حصل في فرنسا وحصل في ألمانيا وحصل في دول أوروبية الذين قاتلوا مع لماذا الاستعانة بهم كمقاتلين أجانب ووضعهم تحت لواء الجيش السوري؟ ليسوا مقاتلين أجانب، الآن أصبحوا مقاتلين سوريين، ليس عندنا مقاتلين أجانب. هذا مقاتل أجنبي عاش في سوريا 12-14 سنة، هذا ملتزم بأهداف الدولة السورية أو ملتزم بسلوكيات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وربما أكثر من الذي خرج وحصل ما حصل من تجاوزات في الساحل السوري. أنا الآن ليس عندنا مقاتلين بين قوسين كما تسمونهم أجانب خالفوا أوامر وزارة الدفاع وعملوا أي انتهاكات أو أي خروق. الشروط الأمريكية فيما يتعلق برفع العقوبات كانت واضحة وما زالت واضحة، وأعتقد أنه تلك الشروط لم تتغير كثيرا، خاصة فيما يتعلق بحل ملف المقاتلين الأجانب. طبعا الشروط الأمريكية لم تذكر بالتفصيل فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب ماذا ينبغي على النظام السوري فعله لحل هذا الملف. طرد المقاتلين أو تسليمهم إلى الدول التي تطالب بهم. لكن يبدو من تصريحات موفق زيدان أنه ما في حدا مستعد لاستقبال هؤلاء غير نظام الجولاني. لا يوجد حتى ربما نظام طالبان في أفغانستان غير مستعد لاستقبال هؤلاء الإرهابيين القتلة المأجورين على المرتزقة، وبالتالي كان بإمكان نظام الجولاني الاحتفاظ بهم تجنيسون لكن منحهم مناصب قيادية عسكرية أمنية حساسة هنا بيت القصيد، هنا مربط حمار الجولاني والشيباني وموفق زيدان، أن لا تكتفي
باحتضانهم ورعايتهم، لا بل توليهم على رقاب ومصائر السوريين. هكذا تحولت سوريا من مكب للنفايات النووية على زمن حافظ الأسد وعبد الحليم خدام إلى مكب للنفايات الجهادية السلفية الإرهابية التكفيرية على زمن أبو محمد الجولاني. سوريا بمعية نظام أبو محمد الجولاني تجاوزت حدود أن تكون دولة راعية وداعمة وحاضنة للإرهاب. لا، موضوع الرعاية والدعم والاحتضان لا، تجاوزته إلى تكريم هؤلاء الإرهابيين، كما يعني يكرم المجاهدون في الجزائر في المقاتلين القدامى أو المحاربين القدامى على أيام جبهة التحرير والثورة على الاحتلال الفرنسي، أو المجاهدين السوريين الذين ناهضوا وقاتلوا الاحتلال الفرنسي في سوريا. الآن يصار إلى تكريم هؤلاء القتلة المأجورين، الإيغور والشيشان والأنغوش كل هؤلاء تكريم، يعني المحكومين والمطالبين للمثول أمام العدالة في مصر وفي تونس وفي الجزائر وفي المغرب يصار إلى تكريمهم. نظام الجولاني وليس فقط جعل من سوريا دولة حاضنة وراعية وداعمة للإرهاب، لا، بل دولة تكرم وتوزع المناصب على الإرهابيين والمرتزقة والقتلة التكفيريين. واضح كلام موفق زيدان ولا أريد تكراره يعني. لكن السؤال هنا طيب يا أولادين 60,000 شريفة، 15 سنة تعتبرونها مدة كافية لمنح هؤلاء الجنسية السورية، لكن هل 15 سنة مدة كافية لأن تمنحوهم من المناصب الحساسة في الجيش، في الأمن، في عصب الدولة، يعني القوة الذراع العنفية للدولة، وتولونهم وتسلطونهم على رقاب السوريين؟ 15 سنة كافية؟ طيب فعلتم هذا أيضا، ماذا أفعل بتخرصاتكم وأكاذيبكم ودجلكم في الحديث عن الكرد؟ هؤلاء مهاجرون مضى على وجودهم في سوريا 100 سنة. طبعا وقتها لم تكن هنالك سوريا أصلا، سوريا التي نعرفها لم تكن موجودة، وهؤلاء هاجروا، وهؤلاء طبعا حركة النزوح كانت داخلية، لأنه هذه المنطقة سوريا كلها كانت جزء من السلطنة العثمانية، ما كان في شيء اسمه الشام كلها، بلاد الشام كلها يعني كانت جزء من السلطنة العثمانية، وعمليات الحركة والهجرة جرت بشكل طبيعي في إطار هذه الجغرافيا. هم لا يخجلون ولا يندى لهم جبين من تعريب ديار بكر أنه هذه ديار بكر وتغلب، وينسبوها إلى القبائل اليمنية. هذه المنطقة ينسبونها إلى وجزيرة بنو عمرو، وهذه ليست اسمها جزيرة بوطان بل جزيرة بنو عمرو، ونسبة لكذا كذا. لكن قبل وجود العرب هناك أو اتيان العرب بالفتح الإسلامي، هذه المنطقة لم تكن خلاء، ما كانت أرض داشرة، كان فيها سكان.
وأكيد بكل تأكيد وقولا واحدا وطبقا للمصادر اليونانية والرومانية سكان هذه المنطقة كانوا الكرد. إذا بترجعوا 200 سنة 200 سنة بس 200 سنة للأرشيف العثماني، ويعني 200 سنة الأخيرة من عمر السلطنة العثمانية، ستجدون بما يفقع أعينكم ويخرس ألسنتكم بأن هذه المناطق كانت مناطق كردية. مش بس هيك، راح تشوفوا الوثائق العثمانية تؤكد بالدليل القطعي الثبوت والدلالة أنه ولاية الزور والرقة وهالمناطق كانت جزء من تابعة لولاية كردستان في الأرشيف العثماني. لكن هالموضوع يعني لا تتناولونه. طبعا المصادر هي مصادر الدولة العثمانية، مش مصادر السلطنة الكردستانية والدولة الكردستانية، المصادر الدولة العثمانية وقت ذاك التي أرخت وأرشفت لحقيقة هذه المنطقة وتاريخية وعمق الوجود الكردي فيها. والوثائق بالأطنان موجودة. إذا بدكم تحكوا في التاريخ فيعني الأرضية التي تقفون عليها ينبغي أن تكون أرضية سلبة، مش أرضية تبن ورمال متحركة. على العموم 15 سنة كانت كافية بالنسبة لكم أن تجنسوا هؤلاء البرابرة الهمج التكفيريين الجهاديين القتلة المرتزقة، وغير كافية إنه شخص مثلي أنا، يعني أنا ولدت في سوريا ودرست في سوريا وجردت، مش بس أنا اللي جردت من الجنسية، وأبي الذي جرد من الجنسية وهو خدم العلم، خدم في الجيش السوري. في 62 عندما صار إحصاء وتجريد من الجنسية كلنا جردنا من الجنسية السورية، كنا مجنسين، كنا حملة للجنسية السورية. لو والدي لم يكن حاملا للجنسية السورية شو بده يروح يخدم الجيش؟ في الجيش العربي السوري، كان اسمه وقت ذاك الجيش السوري مش الجيش العربي السوري. هذه أيضا ضعوها جانبا. يعني المطلب الأمريكي فيما يتعلق بموضوع المقاتلين الأجانب يبدو أن هنالك إصرار يعني في الإبقاء على هؤلاء. إذن مع عملية الاندماج في حال تحققت، يعني مش بس أبو عمشة ومظلوم عبدي رح يصيروا زملاء ضمن مؤسسة واحدة، لا، أبو تيجانا، أبو ديجانا الإيغوري والتركستاني وكل هؤلاء وقسد رح يكونوا زملاء وفي خندق واحد وفي مؤسسة واحدة. كيف رح ينسجموا أنا ما بعرف، يعني هم أولى بهذه التفاصيل. لكن في تقديري قسد تتعرض لضغط كبير، مش ضغط أمريكي ولا ضغط الجولاني ولا ضغط أردوغان، لا، تتعرض لضغط أردوغان، عفوا لضغط عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني. الجولاني يعرف عن طريق الاستخبارات التركية وما يمرر له، الجولاني يعرف عن طريق الاستخبارات التركية كمية الضغط الذي يمارسه عبد الله أوجلان على قوات سوريا الديمقراطية لكي تندمج في هذه الدولة الموبوءة، الدولة المسمومة، الموبوءة بالإرهاب، الراعية والحاضنة والمكرمة للإرهاب وللمرتزقة والمقاتلين الأجانب. هنالك ضغط كبير في هذا السياق
يجهله السوريون ويعلمه قياديو قسد بشكل لا لبس فيه، لكن إعلام قسد لا يعلن مسائل الضغوطات التي تتعرض لها قوات سوريا الديمقراطية من عبد الله أوجلان. هلا الضغوطات من أردوغان مفهومة، من الجولاني، من الأمريكيين، توم باراك الملياردير اللي بيحاول يضبط أموره مع الأتراك مع السوريين، هذا كله مفهوم. لكن الضغوطات الأساسية والتقسم الظهر هي ضغوطات عبد الله أوجلان، وهذا الذي لا يصار إلى الكشف عنه وتسليط الضوء عليه. أوجلان الأردوغاني يريد لقسد أن تندمج، كما يريد لحزبه ولمقاتلي إلقاء السلاح، ويعني تحت مسميات وشعارات براقة الاستسلام للدولة التركية. هذا الكلام لا يعجب الحشد الأوجلاني أو أنصار قسد. كلما ذكرت هذه الملاحظات والانتقادات باللغة الكردية أو باللغة العربية أتعرض إلى هجوم وإلى الشتائم وإلى السباب على أنني أخدم تركيا وزعيمهم يخدم تركيا، على أنني أخدم الجولاني ونظام الجولاني وزعيمهم يريد فرض استسلام القسد لنظام الجولاني، وأنا بالضد من الاثنين. لكن الغوغاء والدعماء والهمج في الضفتين، ضفة الحشد الأوجلاني والحشد الجولاني، اثنيناتهم يعني يدخلون في تحالف خفي ضد كل من ينتقد هذا المسار، مسار بقاء سوريا رهينة هذه الخيارات المسمومة والمفخخة، خيار الرضوخ للإرهاب، تطبيق اتفاق 10 آذار المبرم ما بين قسد ونظام الجولاني بضغط أوجلاني. تطبيق هذا الاتفاق سيصار إلى استخدامه كنصر، كإنجاز تاريخي لنظام الجولاني ضد الكرد، ضد الساحل، ضد أهلنا في السويداء، ضد مكونات الشعب السوري. كيف سيصار إلى تطبيق هذا الاتفاق؟ يعني ما بعرف، أنا ما بعرف كيف راح تنهضم مع مظلوم عبدي ومقاتلي قسد هذه الخلطة الموجودة، الزملاء الذين يعني احتلوا عفرين ورأس العين وكل هالتفاصيل، ويعني دماء 15,000 مقاتل ومقاتلة من قسد في ذمة الجولاني والشيباني عندما كانوا جبهة النصرة، وقبلها داعش، وقبلها القاعدة. كل هؤلاء، كل هذه التكوينات والتنويعات، كيف سيصار إلى لفلفة هذه المسائل؟ أنا لا أعلم. أنا أعبر عن وجهة نظري، لست قسديا، لست أوجلانيا، ولست جولانيا. أنا أقول كلمتي، ويعني لا ألتفت لكل هذه الترهات والشتائم والسباب التي تستهدفني. ماذا تبقى من سوريا؟ يعني بالنسبة لي وبالنسبة لكثيرين، المتبقي من سوريا هي ذكريات التي نحتفظ بها، القيم المتعلقة بالوطن، مفهوم الوطن كطاقة وقيمة أخلاقية ونفسية ومعنوية. لكن على أرض الواقع، كما استخدم النظام السابق الدولة كأداة عنفية ضد المجتمع وضد المواطنين، الآن نظام الجولاني على نفس الخطى، على نفس الهدى، يستخدم الدولة
كأداة عنفية قاهرة قامعة ظالمة ضد مكونات الشعب السوري في السويداء، في الساحل، ولاحقا في مناطق أخرى أيضا. هذه الدولة المسمومة الموبوءة بالإرهاب، التي تكرم الإرهاب، كيف يمكن أن تصبح ديمقراطية؟ ما الذي تغير في سوريا؟ في تقديري مظلوم عبدي وقوات قسد حتى ولو كانوا مجبرين ومكرهين على الإذعان والاستسلام لنظام الجولاني تحت كل الضغوط التي ذكرتها، ينبغي أن يكون هنالك جدولة. الاندماج لا يكون هكذا من طرف واحد. يعني طريقة أوجلان في حل القضية الكردية في تركيا والاستسلامات والحل والتسليم السلاح كله يقع على عاتق حزب العمال الكردستاني والدولة التركية تتفرج. هذا الأسلوب، هذه الطريقة، هذه الخريطة ليست مثالا يحتذى به لدى قسد. بمعنى كل الأمور الاندماج والتسليم، تسليم النفط، تسليم الأسلحة، تسليم المعدات، يكون هكذا، ونظام الجولاني لا يغير شيئا، لا في الدستور، لا في الإعلان الدستوري، لا في الحكومة، لا في الخطاب، لا في التسمية، لا في الإعلام، لا يغير شيئا، وفقط قسد وقوات قسد وتضحيات قسد ودماء قسد تنزلق نحو خندق الجولاني وحضيض الجولاني ونظام الجولاني الذي يكرم الإرهاب الذي قاتلته قسد. هنا يعني العقدة أو النقطة التي ينبغي علي الإشارة إليها. الموضوع إذا أنتم بتحبوا تندمجوا، روحوا شبعوا اندماج مع الجولاني، لكن الجولاني ينبغي أن يقدم لكم شيئا يحفظ فيه، يعني يحفظ لكم ماء وجهكم بعض التغييرات. يعني اسم الدولة ما تكون الجمهورية العربية السورية تتحول إلى الجمهورية السورية. هذا واحد، أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. النظام في سوريا يكون نظام لا مركزي بدون تسمية. اثنين، المحافظ في هذه المناطق، مناطق شرق الفرات، من أبناء المنطقة، منتخبا من أبناء المنطقة، مش تتم توليته وتنصيبه. يعني نفس ما صار في السويداء، يجيبوا واحد من إدلب يسووه محافظ على السويداء، واحد تكفيري جهادي يفرض على أبناء السويداء على أنه محافظة. هذا لا يجوز. يعني أن يكون هنالك إصلاحات في تركيبة الدولة، في بنية الدولة، حتى تروحوا تندمجوا شيء يحفظ لكم كرامتكم. أنا حريص أن تبقى لكم كرامة في هذا البلد، قوات سوريا الديمقراطية ومظلوم عبدي. الإهانات تنهال عليكم، حتى الشيباني يعني، وأنا ذكرت أنه واحد قليل أدب، واحد إرهابي، شو له علاقة بالأدب والأخلاق؟ يتعامل مع مظلوم عبدي وكأنه أي من عامة الناس، يعني بدون احترام، بدون تقدير، بدون لغة دبلوماسية. أنتم إن شئتم الاندماج في هذا الكيان المفخخ المسموم الموبوء بالإرهاب دعما واحتضانا وتكريما، لكم خياركم هذا، ألف مبروك. لكن حاولوا أن تطالبوا هذه الدولة، هذا الكيان، هذا النظام، بأن يؤمن لكم الحد الأدنى من الكرامة، شيء يحفظ لكم ماء وجهكم. أنا حريص أنه نواف خليل وآلدار خليل وطه خليل وريدور خليل ما يطلعوا بسواد الوجه.
لا تسود وجوههم وهم يعني يتمرغون في أوحال الخيبة والخذلان، ويصبحون في خندق واحد مع موسى العمر وبكر آطاجان. ما بتزبط هيك. فحاولوا طالما أنتم مستسلمون قررتم خلاص يعني الإذعان وتطبيق هذا الاتفاق المذل، فيعني ابحثوا عن شيء يحفظ لكم كرامتكم. يعني ما تروحوا هيك ب 15 سنة من الشعارات والقتال والدم والتضحيات والأكاذيب اللي كنتوا راح عم تقولوها للناس. شيء يحفظ لكم شوي من الاحترام لدى يعني السوريين. لن يحترموكم يعني على الانجراف والسقوط في الحضيض الذي يتمرغ فيه نظام الشيباني والجولاني وحسن الدغيم. أكتفي بذلك، دمتم بألف خير.